وإياه فأنعم على خدامه الأوفياء بأوسمة ملكية شريفة. نطلب من السيد الولي التفضل بتوشيح صدور أصحابها ويتعلق الأمر به مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين السيد عبد القادر الأساس الحدث مفتش تعليم ثانوي تأهيلي يسمى الاستخفاف الوطني من الأرض الممتازة. السيد فريد شباب مستشار في التوجيه وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الممتازة. السيد مصطفى العشاشي مستشار في التوجيه وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الممتازة. السيد الحسن الوسطي أستاذ تعليم ثانوي ابتدائي وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الأولى. السيدة فاتحة درويش أستاذ التعليم الثانوي والإعدادي وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الأولى. إن شاء الله. السيدة عائشة ويناس أستاذ التعليم الابتدائي وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الأولى. الجبار مسعود لاباس بخير لاباس عليك بخير كم دراسة؟ ساعة شي الجبار مسعود هنيئا لك صحة والسلامة. السيد عمر عبد الجليل أستاذ التعليم الابتدائي وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الأولى. أستاذ مسعود صحة والسلامة. اضرب حبيبي اضرب. وزارتكم شحال هذه؟ نعم وزارتكم شحال هذه؟ شي بخير؟ نعم السيد محمد مساعد مساعد تكليف وسام الاستخفاف الوطني من الدرجة الثانية. لا عزكم ونصركم على غرار السكينة بقيع البلد
والمنافحة عن أحياء الوطن ورجوعه ووحدته التراثية ودرء كيد المتربصين بوطننا وسيادته وسلامة أراضيه. كما ينتهزون مناسبة إحياء هذا التراث الملك الشعب الباسل ليعلنوا لجنابكم عن تأييدهم النهضة وتثمينهم ورسالة عالية بالمبادرات والمشاريع والأوراق الكبرى التي تحقق قومية الوطن وتعزيز صروحه ولبناته وكف قلبه إلى مراتب ومدارج الأمم والشعوب المتقدمة والمزدهرة. كما يقتربون احتفالهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية بيؤكد لمولانا الإمام عن تدوينه ومباركته المطلقة للخطوات السديدة التي يخطوها جلالتكم من أجل إيجاد حل للنزاع المفتعل حول صراعنا في إطار المقترح المقدم من طرف بلادنا ومدرك في تمكين أعمالنا الصحراوية بالحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية والذي يعطي استحسان الدول الأخرى في مجلس الأمن. والله نسأل أن يرحم الشهداء الحرية والاستقلال والحقوق الترابية وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال المقاوم الأول المغفور له محمد الخامس رضي الله مثواه ورفيقه في ضرب النضال الوطني المنعم الحسن الثاني قدس الله روحه وأن يسجل أرضية الصحة والعافية على سيد المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره حتى يحقق لشعبه المتفاني في محبته ما يهفو إليه مزيد التقدم والازدهار والنماء والرخاء قرير العين بولي عهده صاحب الشمول الملك العامر والحسن وأن يشد